سرايا سلام تخرج في كربلاء دفعة قتالية خاصة للاشتراك في معركة الموصل، وتقرير غربي يؤكد وجود توجه لدى واشنطن لإرسال مزيد من الجنود للعراق استعدادا لمعركة الحسم. 1700 مقاتل من سرايا السلام نظموا استعراضا عسكريا في كربلاء بعد إنهائهم تدريباتهم القتالية للاشتراك في معركة تحرير الموصل بانتظار إعلان ساعة الصفر ضمن قوة للسرايا تتألف من 10,000 مقاتل. نحن هنا بأربع أفواج مجهزة ومدربة على أعلى تدريب وبكافة صنوفها وآلياتها وعلى جهوزية تامة واستعداد تام لتحرير الموصل. 10,000 مقاتل لتحرير الموصل. كانت هناك تدريبات مكثفة وحسب الضوابط وحسب المعلومات التي صدرت من الأخوة في استخبارات سرايا السلام على أرض المعطيات في الموصل وما فيها من حركات وتكتيكات عسكرية للعدو. المقاتلون في سرايا السلام أبدوا استعدادهم للمشاركة بمعركة الموصل المرتقبة وأية معارك ضد الإرهاب في العراق. مستعدين بكل قوانا وكل عدتنا وجاهزين رجالا وكهولا وشبابا وكل انواع السلاح. مستعدين وين ما كان لاخر الدنيا للموصل وين ما كان. هاي رسالة للدواعش. معركة الموصل التي أكد مسؤولون عراقيون وآخرون في التحالف الدولي إمكانية انطلاقها قبل نهاية العام. كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن وجود توجه لدى واشنطن لدعمها بالمزيد من الجنود الأمريكيين في إطار التحالف لتدريب المزيد من القوات المشاركة فيها ولتقديم المشورة للقطاعات التي ستقوم